مبروك وألف مبروك لأشقائنا المغاربة الترشح إلى دور النصف النهائي بعد الفوز على المنتخب السوري في الدور الربع النهائي بهدف مقابل 0. بصراحة مباراة أقل ما يقال عنها أنها ضعيفة وضعيفة جدا من جانب المنتخب السوري. المنتخب السوري اللي شفناه في الزوز مباريات الأولى لعب بروح قتالية كبيرة ولعب بمعنويات عالية، وكان ربح المنتخب التونسي وتعادل مع المنتخب القطري وترشح إلى دور الربع النهائي. لكن اليوم شفنا منتخب سوري ضعيف وضعيف جدا، خاصة الشوط الأول ما عنده حتى علاقة بكرة القدم. المدرب السوري ما نعرفش شنو دار اليوم المدرب السوري، يعني شنو فكر وشنو خطط المدرب السوري. حسب رأيي خطط انه يلعب على التعادل، ولكن مش معقول انك تلعب على تعادل 120 دقيقة من أول دقيقة حتى لين يوفوا الحصص الإضافية. هذا من غير المعقول. المنتخب السوري يعني دخل بتشكيلة من غير عمر خريبين اللي هو قلب النابض للمنتخب السوري. كيف تخلي عمر خريبين على البنك وأنت مش تلعب في مباراة ربع نهائي؟ يعني هذه أسهل مباراة لعبها المنتخب المغربي الشقيق اليوم، ومشى بروح معنوية عالية المنتخب المغربي للدور نصف النهائي وبدنيا جاهز. زاد ما تعبش اليوم المنتخب المغربي لا ذهنيا ولا بدنيا، ما تعبش برشا صراحة. مباراة كانت سهلة بالنسبة للمنتخب المغربي، حاول سجل هدف، انتهى الأمر، خرجوا وترشحوا للدور نصف النهائي. بالنسبة للمنتخب السوري صراحة يعني اليوم لا أداء ولا نتيجة ولا أي شيء. منتخب سوري خارج عن الموضوع مش كما توقعنا. برشا ناس توقعت شيء هذايا، ولكن ديما احنا نقولوا نخلوا حقيقة الميدان. ولكن حقيقة الميدان أن المنتخب السوري ضعيف وضعيف جدا اليوم في الصورة اللي شفناه. مبروك مرة أخرى للمنتخب المغربي، هارد لك للمنتخب السوري. لكن أنا نحب نقول حاجة أخرى للمنتخب السوري، راك تنجم تربح مباراة باللعب هذا، تنجم تربح زوز مباريات، ولكن مستحيل تربح بطولة بطريقة اللعب هذه. مستحيل. القتالية تجيب لك مباراة، تجيب لك زوز، ولكن ما عندكش تكتيكيين وما عندكش رصيد بشري كافي، ما تنجمش تهز بطولة. وهذا واقع وحقيقي. ممكن تصير مرة في التاريخ، ولكن صعبة جدا أن تصير يوميا، وإلا شاهدوها كل دورة وإلا كل بطولة. شكرا لكم. اللي ما زال ما عملش متابعة يعمل لي متابعة، وباش توصلوا فيديوهاتي الكل. السلام عليكم، نتقابلوا في فيديو قادم بعد مباراة السعودية وفلسطين. تحيا فلسطين.